صراحة أنتم ناس جدا طيبين، لكن بيكم واحد أسأل سؤال قبل لا أطلع. بيكم واحد يخلي أنت يا أخي الآدم متكلم تخلي إصبعك في دبرك لأنك إنسان متكلم فكريا، فكرك أرقى وأكبر. لو تلاحظ أنه أكثر العرب صراحة جاي، أنا يوم من الأيام صرت جاي إلا شوية، لكن بإرادة ما أعرف، بإرادة خاصة صراحة انتقلت من هالمرحلة إلى مرحلة الصح. تحياتي، وأنا متكلم واقعي. إذا غيري ما يتكلم واقعي أنا أعتبره مو رجل. تكلم. أكو إنسان، أكو واحد تعرفت عليه اسمه عتوي. هذا اسم عتوي، الله يخليكم، اسمه عتوي، هو من العراق. من العراق. شنو قلت له عتوي؟ عتوي شنو؟ قال لي أنا ذكر الله عتوي. جيد، هذا مو اسم. تدري، ضحك على عقلي. أقعد وياه يعطيني عصير اللي بيه حبوب وقام يستخدمني مرافة، لكن صحيت وراها ما أعرف بدمني. أكبر كافر هذا، أكبر كافر وحقير. يا أخوان ليش الاعتراف؟ الاعتراف سيد الأدلة. 3 مرات 4 مرات يستخدمني الصبح، ما أعرف نفسي إيش دراني أنا. أحس بألم بالدبر عندي ألم. هذا اسمه عتوي. تقبلون؟ كافر، هذا كافر مسلم، لكنه يجب أن يذهب للنار لأن استغل طيبتي. لكم مايك تفضلوا. مسلم، نعم مسلم، هذا مسلم، هو هذا مسلم عتوي، مسلم. وسوي بي يعطيني حبوب. ما يا أخي، يا أخي استخدم دبري. قعدت وحق هاي عيوني، الله يفقس عيوني. أقعد الصبح دبري يأذيني يستخدمني، وحق هاي عيوني. بعد الله يموتني ثاني كاذب. هذا مسلم كاذب وتقول الإسلام والإسلام. أي مسلم أنت؟ اخوان لحد الآن عندي ألم. لا بارك الله بيك. اسمع عتوي. عتوي، اسمع عتوي، واحد من أهل العراق وتعرفت عليه، دخلته بيتي وأمنته ويخدرني. هو يستخدم دبري 3 مرات 4 باليوم وأنا ما أعرف، نايم. حتى سويت عملية من وراه. استغفر الله. ما تفضلوا عين، تفضل عين، تفضل. الله لا يبارك في دنيا وآخرة إن شاء الله. اسمع عتوي، هذا اسم عتوي. طيب معلش يا استاذ الزير، يعني حضرتك هتعيد نفس النقطة دي تاني، بس انا بقول لحضرتك هل هو اللي عمله ده اسلاميا غلط؟ لا، ده منصوص عليه في سورة النساء 16، 15 السحاق و16 اللواط، فهو بالفعل يفهم الشرع الاسلامي. حضرتك انت معترض على الصبع جوه الدبر، امال لو لقيت بقى الذراع كله داخل الدبر، حضرتك تقول ايه؟ احنا بس النقطة اللي انا اسألك فيها، هل حضرتك عمل فيك، انا يعني حزين على الوضع اللي انت فيه، حضرتك ما زلت مسلم؟ هل حضرتك ما زلت مسلم؟ اتفضل مايك. أخي العزيز، رجاء أتكلم كلمة وأنزل، كلمة وأنزل بس، مو أكثر. تقبل هذا العالم الإسلامي اللي يقول لك أنا أريد أفرض وجهة نظري على الناس بأي شيء؟ بالاستغلال، استغلال شخصية الإنسان. يا عزيزي أنا واثقك، لكني واثق، عذرا آسف، العفو، واثق من عندك. لو تجيني أو أجيك عمرك ما تسوي هذا الشيء، لكن هؤلاء الإسلام مجرمين. والله أقول هاي الكلمة، هؤلاء الإسلام مجرمين حتى بالإنسان. والصوم بيه يا أخوان، لا قل وأنا مسلم كنت